بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القراقيش، يلا يا جماعة نعملها مع بعض بسهولة كتير وفي منتهى الجمال. معانا كيلو من الدقيق، وربع معلقة ملح، معايا 3 معالق من السمسم المحمص، معلقتين كبار من السكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معايا معلقتين من شمر على ينسون مطحونين نص طحنه، ما يطحنوش قوي عشان ما يغمقوش العجينه. هخلط كل المكونات الجافه دي مع بعض، يعني واحنا بنقول كده بسم الله الريحه تحفه. معايا نص كيلو سمنه، نص كيلو سمنه دافيه، لا هي سخنه يعني مغليه ولا هي بارده. ابتدي بقى ابث السمنه مع الدقيق على قد ما اقدر، لان النتيجة بتتوقف على بس السمنة بالدقيق عشان تطلع النتيجة كويسة وناجحة. هنا هشتغل كويس جدا في العجينة، وهفضل ابث فيها لحد ما اوصل لقوام معين هنشوفه مع بعض دلوقتي. ابث في العجينة بث كتير بايديكي لحد اما تتشكل معاكي، تبقى العجينة متشكلة، تطبقيها كده تعمل معاكي شكل. هو ده اللي انا عايزاه. بعد كده بقى هبدأ اضيف السوائل للعجينة. بس خلاص، هي كده النتيجة اللي انا عايزة اوصل لها. كده بضيف السوائل للعجينة. عندي هنا ربع كوباية مية كنت مدوبة فيها معلقة ونص خميرة. طبعا الخميرة اتفعلت اهيت، حطيت السوائل حبة بحبة. احط السوائل وابتدي امزج السوائل مع العجينه. اهو اللبن اهو، حطيت نص الكوبايه، معايا كوبايه ونص لبن. طبعا هنشوف في الاخر الدقيق خد سوائل قد ايه، لان بيختلف دقيق من نوع للتاني في تقبله للسوائل. مظبوط كده. هناخد نص الكوبايه التاني وهنشوف برضو هتحتاج ولا لا. مع بعض هنقعد نمزج كويس في العجينه مع السوائل. لسه ايديا ما نطفتش، يبقى لسه هتاخد معايا سوائل تاني، ما العجينه ما طلعتش من ايدي. كده تعرفي على طول انها محتاجه سوائل، هتلاقيها طبعا بتشقق وكده فمش نافعه. هنحط نص الكوبايه التاني بعد ما مزجناها كويس بكميه السوائل اللي حطيناها. لسه بتشقق اهي. هحط نص الكوبايه التاني. بس كده، يعني خدت معايا كوبايه ونص لبن وربع كوبايه من الميه اللي كانت الخميره بتتفاعل فيها. كده العجينه عندي جاهزه. بلينها بس كده على الترابيزه، وببتدي افتح العجينه كده اشوفها كده مظبوطه في منتهى الجمال، ريحتها روعه. هاخد بقى القطع بتاعه العجينه واشكلها بالشكل اللي انا عايزاه. انا بحب اشكل شكل الرول ده، الرول، وبعدين اقطع المستطيلات الصغيره. ده بيبقى احلى شكل في القراقيش، بتديني القراقيش حلوه ومحمله كده وشكلها جميل. الشكل التقليدي ده بيبقى حلو قوي قوي في الاكل كمان. بالمنظر ده ببطط كويس. سمكها بيبقى مش رفيع ولا تخين قوي، بس بيبقى محمل حلو يعني. كده ببدأ اقطع. نشيل الطروف ونبتدي نقطع صوابع القراقيش مع بعض. والله يا جماعة اوفر كتير من ان احنا نشتريها من بره. اديكوا شايفين الاسعار عاملة ازاي. اوفر وانضف، وهتوفر لنا يعني فلوس ونظافة والنتيجة في منتهى الجمال. خلاص كده انا قطعت، هبتدي ارص فيه الصاج. خلاص كده برص في الصاج. شايفين السمك بتاع القراقيش عامل ازاي. خلاص خلصت الكمية. ادخلها على فرن سخن مسبقا. وطلعت عندي القراقيش في منتهى الجمال. ايه رأيكم بقى؟ اذا عجبكم الفيديو اديني لايك وشير وسبسكرايب للقناة. تحياتي الكبيرة كلها ليكم.